اليوم كنخلدوا ذكرى ديال 1981 الانتفاضه المجيده، وكما تعلمون على ان هذه المسيره كان مخطط لها وتم الاتفاق عليها في المجلس الكونفدرالي الاخير تعبيرا عن غضب الشغيله المغربيه نتيجه عدم احترام كل الاتفاقات وعدم مفاوضة حقيقية جادة وحوار. لا زال إلى اليوم مطالب الملف المطلبي ديال الشغيلة المغربية في رفوف الحكومة منذ 5 سنوات إلى الآن. ليس هناك أي حوار جاد أو التزام بكل الاتفاقات السابقة. لذلك نحن اليوم نخلي الانتفاضة ديال 81 وكذلك هذا تعبير من الشغيلة الكونفدرالية بأنها لن تسكت على المطالب الحقيقية والمشروعة ديال الطبقة العاملة وديال كل الجماهير الشعبية. وشكرا. ألف شهيد وشهيدة 20 يونيو المجيدة، ألف شهيد وشهيدة 20 مليون مجيدة، ألف شهيد وشهيدة 20 يونيو. 20 يونيو تركت آلاف الشهداء، وحنا لن نتنازل أبدا عن الشهداء، والشهداء يزرعون فينا الأمل، وبالتالي فدماؤهم لن تذهب سدى. ومع النظام الآن إذا بغى أنا كرفض أي تصالح ما لم حتى هذه في المرحلة كاع اللي يمكن لنا ما نديروش الثورة، أن يعترف ويعتذر على المستوى الملك، لأن الملك هو اللي أعطى الأمر بالقتل، هو الذي عليه أن يعتذر، لأن الدماء التي أرهقت هي أرقى من دمائهم الملوثة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتظاهر وإحياء 20 يونيو ديال 1981 اللي وقعت فيها العيش الكريم. والآن حيوا صمود السادتي، حيوا النضال انتخاب الشعب المغربي من اجل مناهضه الاوضاع الجاريه الان، الاوضاع ديالنا في المال العام وديال القمع وديال التشريد وديال الاعتقالات. ولا زلنا على بينت على الوجه الحقيقي للمخزن والطبيعه ديالو، كنا ولا زلنا والاستغلال درب النضال. والمسيره النضاليه في هذا الاطار هي مسيره طويله وستستمر ان شاء الله. ولا نسيت هذاك الشيء. بالنسبه لي انا كنشارك في هذه المسيره ديال الشموع، اذا كنشارك في هذه المسيره ديال الشموع كمناضل ديال الجمعيه المغربيه حقوق الانسان وكمناضل ديال النهج الديمقراطي. بالنسبه لنا الوحده ديال القوى الديمقراطيه والقوى اليساريه اساسيه اولا فيما يخص الحقيقه انه بحسب الساعه رغم ما يسمى الانصاف والمصالحه حتى الساعة حول جريمة النكراء اللي ترتكبت في حق الشعب المغربي وحق الجماهير بالدار البيضاء، واللي عطات المئات ديال الشهداء. لحد الساعة لم يتم الكشف على المقابر الجماعية اللي كانت في الانتفاضة ديال 81. لم يتم إجلاء الحقيقة، ولم يتم اعتذار ديال الدولة اللي خاص تعتذر الدولة بالرئيس ديال الدولة، رأس الدولة اللي خصو يقدم اعتذار للشعب المغربي على هذه الجرائم اللي اقترفت. وأيضا ضروري من محاسبة ومحاكمة المسؤولين على هذه الجرائم.
اذا بالنسبه لنا حنايا هذا الشيء ديال ما جرى في 81 يونيو اللي هي كيقولوا جسيمه جرائم جسيمه، خروقات جسيمه عفوا، خروقات جسيمه ديال حقوق الانسان لا زالت ترتكب الان، وما يجري الان في الريف وفي واحد مجموعه المناطق المغربيه من قمع اسود للجماهير الشعبيه كيأكد بانه لو كان كان عدم الافلات من العقاب، ولو كان اجلاء الحقيقه لما تم تكرار ما يتم الان. واذا تنحييكم شكرا الاستاذ. اللي حكمنا مافيا، وشعلوا فينا العافيه، وهي واللي حكمنا مافيا وهي كلمة واحدة، الدولة فاسدة، هي كلمة واحدة، وهذه الدولة فاسدة، تنظيم هذه المسيره اليوم هو الذكرى 36 المجيده ديال 21 جوع 81 اللي جات كانتفاضه، ومن بعد ما دعات الكونفدراليه للاضراب عام ردا على سياسه الهيكله والتقويم اللي كانت بدات في الثمانينات، اللي على قبل منها ذهب عثمان اللي كان وزير اول وجا السي المعطي بوعبيد باعتباره قال لك كان ولد الحركه، وفي عهده تطردنا حنا 3000 رجل تعليم وتضامنت معنا الصحه هما. من بعد 79 جات 81 اللي للاسف المخزن اللي استفز، حنا كنا داعين غير اضراب عام ومطلبي على غلاء المعيشه، فكان رد فعل ديال المخزن وتجاوزته الاحداث، الشيء اللي جعلوه يضرب المواطنين بالقرطاس. من بعدها جات 14 جندير ايضا اللي دعينا ليه الاضراب عام نظرا للظروف اللي كانت انذاك ولغياب الحوار، فالتجأ ثاني المخزن الى القرطاس باحداث فاس. جات من بعد الانتفاضه ديال 84 اللي كانت عامه واللي تعتقل فيها ما تعتقل. اذا الكونفدراليه دائما في حدث، وحنا ماشي تجاه هذا الحراك ولا الكونفدراليه دائما في حراك، والدليل هو اننا درنا المسيره ديال اكادير اللي كانت فيها 700 سياره غير عدا الحضور ديال من جميع الاقاليم رغم انها مكلفه. جات المسيره ديال الرباط حول المدرسه العموميه اللي شاركت فيها جميع الجماهير الشعبيه. جات المسيره ديال الدار البيضاء على القانون الاساسي ديال الوظيفه العموميه وعلى راسه وزاره الداخليه الاخوان في الجماعات. اذا من بعد كتجي هذه المسيره. اذا الكونفدراليه دائما في الحدث، ولكنها نقابه مواطنه مسؤوله. اللي درنا في نفوسنا هو المنع مكتوب، وفيه واحد العباره اللي الحقيقه كتمسنا بعد واحد 40 عام اللي كتقول لك المس بالامن والنظام العام. ها انتم كتلاحظوا الان واش مسينا بشي نظام ولا بشي عام. ولهذا برنامج ديال المجلس الوطني سيستمر وسيكون الرد اكثر الى ما تفتحش حوار حول الملف المطلبي. والشيء اللي كيتلص صدورنا هو ان الكونفدراليه تحتضنها الجماهير الشعبيه، لانه الملف المطلبي ديالها هو ملف مطلبي جماهيري. وشكرا. والفوسفات وجوج بحور، والخريب كيعايش مقهور، الفوسفات وجوج بحور، والشباب عايش مقهور، جوج بحور والفوسفات،
والمواطن تحت الصبار. سي دي تي هذا اليوم التاريخي 21 يونيو 1981 في ربوع المملكه الوطنيه في وطن الجريح، رغم المنع المكتوب اللي عطاته السلطات المحليه للاتحاد المحلي لافريقيا. صممنا باش نخرجوا ونرفعوا صوتنا عاليا من اجل تخليد هذه الذكرى الغاليه اللي هي رصيدنا التاريخي، وايضا لاجل المطالبه بالحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه، وفي نفس الوقت تضامنيه مع الحراك الريفي الذي يعرف واحد الهجمه همجيه من طرف المافيا المخزنيه. وتحيه. السلام عليكم. بدعوة من الإخوة ديالنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سي دي تي، ملي كنحضروا هذه المسيرة تقليدا الأحداث المروعة اللي شهدها البلاد في 1981، وبدعوة من الإخوان جينا نتضامنوا معاهم نحضروا معاهم هذه المسيرة، والله تعالى يعني يرفع فيها الظلم والجور اللي على هاد الشباب ديال الأمة وعلى هاد العمال الموظفين وعلى الوضع الاجتماعي اللي كتعيشوا هاد البلاد. والله تعالى بهذه المسيرة يفتح بها مستقبل زاهر لهاد الأمة والأبناء لهذا المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله.